السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيمي ومريم، ودي قناتي، ولأول مرة تشوفوها اعملوا لايك وفعلوا الجرس وما تنسونيش بدعوة حلوة. وقبل أي حاجة هنصلي على خير خلق الله محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قصتنا كان هناك رجل ناجح في مجال عمله، وفي إحدى الأيام كان يقود سيارته الجديدة، وفجأة رأى ولد صغير يظهر أمام سيارته عند الرصيف، لكن بمجرد أن ابتعد عنه بضعة أمتار حتى ارتطم بالسيارة حجر كبير، فوقف الرجل في الحال وخرج من سيارته ليرى مكان اصطدام الحجر بالسيارة. طبعا هو اتخض وهو ماشي كده، ولقى الحجر خبط في سيارته، فتوقف وبان عليه الغضب قوي على وشه، وأسرع حيث كان الولد يقف. جرى بسرعة عند الولد مكان ما هو واقف، وراح سأله، قال له بغضب: لماذا فعلت ذلك؟ ما الذي دهاك حتى تضرب سيارتي الجديدة هكذا؟ ايه اللي جرالك يعني عشان تضرب سيارتي الجديدة كده؟ فأجابه الولد بخوف: آسف، أرجو المعذرة يا سيدي، لكني لم أعرف ما يمكنني فعله، أنا مش عارف أتصرف إزاي، فحدفت الحجر في السيارة. غير ذلك كان علي أن أرمي حجرا، فلم تتوقف أي سيارة لمساعدتي. بيقول له أنا كان علي أن لازم أرمي الحجر ده عشان تتوقف لمساعدتي. وكانت الدموع تنهار من عيني الولد. وصل القول وهو يشير إلى أخوه واقف هناك إلى جانب السيارة المتوقفة عند الرصيف: لقد وقع أخي من على الكرسي. يبدو أن أخوه قاعد على كرسي متحرك. قال له: أخويا وقع من على الكرسي المتحرك هناك وقد تأذى كثيرا، لكني لم أستطيع حمله، هل يمكنك أن تساعدني؟ أنا عملت كده علشان تساعدني. لإعادته إلى الكرسي المتحرك إنه يتألم بشدة وهو ثقيل الوزن، لا أستطيع القيام بذلك وحدي. تأثر الرجل كثيرا بحكاية الولد وتوسله، فابتلع الغصة في حلقه بصعوبة، ابتلع غضبه عشان الولد صعب عليه، وبادر على الفور بمساعدة الولد بأخيه الواقع أرضا، ورفعه على كرسيه المتحرك قبل أن يعالج جراحه. وحينما تأكد أن كل شيء سيكون على ما يرام، عاد إلى سيارته وهم بالمغادرة. حينما سمع الولد الذي رمي الحجر هو خلاص ماشي يقول له: شكرا يا سيدي، حفظك الله وحماك. لم يعلم الرجل ما يقول، وقاد سيارته مبتعدا، لكن رحلته إلى المنزل كانت طويلة وبطيئة، يعني بعد ما كان مسرع بطأ. فكر خلالها في الموقف اللي حصل معه، وحينما وصل للمنزل أما رجع بيته بعد ما فكر، ألقى نظرة على سيارته وتمعن في أثر الضربة على بابه الأمامي. كان واضحا جدا، يعني الخبطة كانت واضحة جدا، لكنه مع ذلك قرر ألا يصلحه، بل فضل إبقاؤه كذلك لتذكره، يعني هو ساب الخبطة على الباب عشان الخبطة دي تذكره بتلك الضربة برسالة مهمة: لا تمضي في الحياة مسرعا. الرسالة هي: لا تمضي في الحياة مسرعا، لدرجة أن الطريقة الوحيدة لإيقافه هي حجر، هي برمية حجر. فهنا سبحان الله العبرة من هذه القصة إن هي بتهمس لنا الحياة في كثير من الأحيان، وتبعث لنا برسائل
وإشارات لتذكرنا بأننا بتعدنا إلى الطريق الصحيح. لكن إن تجاهلنا هذا النداء فقد تضطر، يعني لو انت تجاهلت النداء اللي جالك دوت، يعني هو النداء ده جالك سبحان الله حاجة ربانية، فقد تضطر إلى رمينا بالحجارة، بأحجار ثقيلة مؤلمة تأتي في مشاكل كبيرة. الخيار أمامك، عافانا الله وإياكم. الخيار أمامك، إما أن تنصت للرسائل التحذيرية أو تتلقى الحجر المؤلم. فماذا ستختار؟ أنت هتختار إيه؟ هتنصاع للرسائل دي ولا هتستنى حجر؟ أشوفكم